اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. في الفيديو ده هنتعرف أو إزاي نعمل أقوى محلول لمبيد حشري آه للنباتات بتاعتنا. كمان ممكن نعمله نستخدمه لو عندنا نمل أو حشرات بنستخدم برضو المحلول ده. هنعرف إزاي نستخدمه. كل اللي احنا محتاجينه أول حاجة هي فصوص الثوم، وبنقشرها زي ما انتم شايفين كده عشان ناخد منها العصارة بتاعتها. كمان الليمون والشطة، الخل، واي صابون سائل، وطبعا اساسي معانا المية. بنقشر معانا فصوص الثوم بالشكل ده. طبعا فصوص الثوم معروف ان هي يعني مبيد فطري وحشري شديد. كمان يعني نستخدمه في اي اكل لينا لانه قوي وبيقتل الميكروبات. ممكن نكتر على قد ما نقدر عادي، مش لازم عدد معين. طبعا كل ما يكون اكتر كل ما يكون افضل. بعد كده بنهرسه. لازم نهرسه كويس. بعد ما هرسناه اهو بنجيب بقى معانا المية بتاعتنا وبنحط فيها التوم زي ما انتم شايفين كده، وتقريبا يعني تقريبا معلقة كبيرة من الشطة، والليمون اساسي طبعا معانا. يفضل ممكن نعصره، ممكن نحطهم في الخلاط كده ونضرب عادي. ممكن نسيب القشر بتاعه ونصفيه، بس احنا عايزين الخلاصة بتاعته عشان نعمل محلول لمبيد حشري وفطري سريع ان شاء الله معانا. ده عشان يعني احنا مش هنسيب مش هنركنها كتير، يعني هما ساعتين بس. دي الليمونة التالتة كده، 3 ليمونات على معلقة شطة كبيرة على 3 فصوص توم. ممكن يبقوا اكتر عادي، نحط اكتر مفيش مشكلة. على تقريبا معلقة للخل، اي نوع خل، معلقة خل كبيرة، ده خل تفاح. وطبعا الصابون السائل بس ما نكترش عشان ما يحرقش النباتات بتاعتنا. كده المكونات بتاعتنا هقولها لكم تاني: الشطة والثوم، معلقة شطة كبيرة و3 فصوص توم او اكتر عادي مش هيفرق، والخل اي نوع خل عندنا ممكن نحطه، والصابون. بعد كده بنقلبهم كويس وبنسيبه حوالي ساعتين. هنسيبه ونرجع لكم بعد ساعتين ونشوف هنعمل فيه ايه. ورجعنا لكم بعد تقريبا ساعتين او 3 ساعات، وده شكل المحلول بتاعنا. لو تلاحظوا هتلاقوا شكله اتغير للون الاخضر. بعد كده هنصبه في الازازة بتاعتنا او الرشاشة بتاعتنا اللي احنا هنرش هنملاها. بس طبعا لازم نصفيه من إيه لو في اي شوائب نخلي بالنا ما تنزلش عشان ما تكتمش المصفى بتاعة الرشاشة بتاعتنا. ونعبيه ونشوف هنرشه ازاي. عبينا مع بعض المحلول اهو، هنصبه بقى نشوف هنرشه ازاي. شايفين المن والنمل عامل ازاي على ثمرة الدراجون فروت؟ هنشوف ازاي يتم رشها وعلاجها من
المن ده اول حاجة بنرشها بالطريقة دي، لازم نغرقها. بس لو شجرة ضعيفة يبقى لازم المحلول طبعا يكون خفيف جدا، عشان ما يأثرش على الشجر بتاعنا. لو الشجر ضعيف، وخصوصا نباتات الزينة والفواكه اللي تكون لسه صغيرة، لازم يتم تخفيفها جيدا، تخفيف المحلول جيدا. انا كل 15 يوم برش عندي الخضروات، لازم طبعا واساسي تترش بمبيد. وده الكرنب عندنا اهو، والبتنجان كمان برش دايما باستمرار، بس عشان لازم رش كل 15 يوم. وعشان تستفيد بالرش لازم تغرق الشجرة والورقة نفسها من فوق لتحت وتغرقها كويس. كمان عندنا اشجار الحمضيات كمان معروف ان هي لازم تترش بمبيدات حشرية وفطرية باستمرار. فعشان كده المبيد ده يعتبر اقوى مبيد ممكن نستخدمه للحشرات. يعني شايفين الحشرة اهو، الشجر قدامكم مفيهوش حشرات. انا كنت سبتلكوا الدراجون فروت عشان اوريكم النتيجة عليه عاملة ازاي، وتابعونا ان شاء الله. في نهاية الفيديو هوريكم شكله بقى عامل ازاي بعد ما رشينا المبيد الحشري عليه، وازاي قضى على المن والنمل عليه. يعني لو عندنا نمل في بيتنا ممكن نستخدم عليه المبيد ده. انتظرونا ان شاء الله، هوريكم النتيجة عاملة ازاي، نتيجة الرش على ازاي قضت على المن الابيض اهو. المن الابيض يعتبر اقوى من، مؤثر جدا وضار بالنباتات بتاعتنا. تابعونا. زي ما انتم شايفين اهو، بعد اقل من 12 ساعة لو تلاحظوا هتلاقوا المن مات. شايفين ده كله مات، يعني قضى عليه نهائيا. حبيت اوريكم بس التجربة اهي، وريتكم برضو الدليل عن المن الابيض كمان اهوت. لو تلاحظوا مفيش اي حاجة نهائي. ده التجربة وكل حاجة قدامكم بعد اقل من 12 ساعة. دلوقتي احنا الصبح، وانا كنت راشش امبارح بعد العصر. طبعا اي مبيد حشري لازم يترش يا اما اخر النهار يا اما الصبح، ده افضل توقيت. اخر النهار او بعد او الظهر، الوقت اللي بيسكن فيه الحشرات. اتمنى تجربوا الطريقة دي وهتشوفوها، وعرفونا برضو حصل ايه معاكم، النتيجة كانت عاملة ايه. وشكرا لمتابعتنا، وما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا للاستمرار. وطبعا ما تنسوش تعملوا الشير للفيديو عشان الكل يستفيد مع اقوى مبيد حشري. ان شاء الله تجربوا بنفسكم وتشوفوا النتيجة.